أولا صاحب الجلالة كان في زيارة للمملكة العربية السعودية شوف تيفي بويما وقام بالعمرة. وفي تلك العمرة أحكي لكم قصة يعني جانبية. السعوديون أقاموا يعني حلقة دائرية حول الكعبة حتى يمكن للحسن الثاني والمرافقين أن يقوموا ب7 دورات التي تلزمها العمرة. وكان الملك في كل دورة يتوقف عند الحجر الأسود ويقبله، وكنا نغتنم الفرصة لأنه شنو سنة هذه بدأت؟ هذا الشيء في بداية الثمانينيات. وكنا نستغل الفرصة نظرا لعدم وجود ازدحام، فنقبل الحجر الأسود ونطيل في تقبيله وفي الدعاء بين يديه وكذا. شوف تيفي بويما. وفتح السعوديون الغرفة الموجودة فوق الكعبة ووضعوا درجا صعد فيه الملك وبعض المرافقين. وأذكر أن مصور التلفزة كان يستفزني ويقول لي سير طلع شنو تما، أنه ولا أحد يعرف ماذا يوجد في تلك الداخل. وبعد أن يعني تثقلت وصلت للدخول فمنعني أحد الضباط، قال لي لا صافي الملك دخل لا يدخل أحدا غيره. ومن أنقذني هو وزير كان اسمه مولاي أحمد العلوي، جاء متأخرا كعادته وأراد الصعود فمنعوه، فأخذ يصيح أنا وزير السلطان، أنا وزير الملك، أنا وزير الدولة في الحكومة المغربية، وكعادته يصيح وفي نرفزة عارمة. فأشار أحد الضباط على الرجل الواقف في الدرج، قال له خليه يعني اتركوا هذا الصداع هذا، اتركه يطلع. عندما جاء ليطلع قال لي السيد الوزير تفضل، فدفعني إلى الدرج وكنت الأول وكان هو يتبعني. هذه الطريقة التي دخلت بها الغرفة، وبكيت هناك وصليت هناك ووجدت الحسن الثاني يبكي ويصلي ويستنجد بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك صادفت هذه الرحلة عيد المولد النبوي، والعادة أن الملك يحيي عيد المولد النبوي بطقوسه و يعني بخوره وشموعه وتراتيله وقرآنه في المغرب، إما في ضريح وإما في القصر وإما في كذا. وكان هناك عدد من المخازنيات يتولون الإعداد بكثير من البروتوكول والتقاليد المرعية. ففتح الملك فهد قال له أنا سأحتفل بذكرى جدي إلى جانب قبره، والسعوديون وهابيون لا يتسامحون في هذا الأمر. لا يمكن بتاتا أن يتم الاحتفال بالنبي عندهم، وزيادة في الأمر بالأناشيد والأمداح وكذا وكذا، هذا ممنوع. فقال الحسن الثاني هل تمنعونني من أن أحتفل بجدي؟ وكانت العلاقة بين الملكين قوية جدا. فقال له الملك فهد اذهب بعد صلاة العشاء سأفرغ المسجد، ويبقى مفرغا إلى ربع ساعة قبل أذان الصبح، وتصرف سأقفل الأبواب وأضع الشرطة على الأبواب، وادخل أنت ومن تريد واحتفل كما تريد. وهكذا كان. فأمر الملك بإحضار المسمعين ومجودي القرآن ودليل الخيرات وما إلى ذلك من الأشخاص الذين اعتادوا، إضافة إلى قواد المشوار والمخازنية والمبخرات الفضية الكبيرة والشموع يعني كأنك جالس في قصر الملكي في الرباط. طائرتين قادمتان من المغرب محملتين، وصفتهم المكة داروا العمرة ولا غدا مشاو بحالهم. كان هذاك مول العود تيجي وتيهز البخرة وتيخرج واحد القنية مروحة السارية ويضع فيها كمية من العود فيخرج الدخان. وكان الملك يجلس ما بين منبر الرسول وقبره، وهو روض من رياض الجنة. الأناشيد مستمرة وكذا. وقف الحسن الثاني ودخل قبر الرسول. هناك باب ذهبي
هو الذي نشاهده الآن عندما يذهب الناس الآن إلى المسجد النبوي، لا يفتح ولا يسمح للناس بلمسه، لأن هذا مخالف للمذهب الوهابي الذي يرفض القبور والتمسح بالأضرحة وكذا. إذا فتحوا له الباب الذهبي الأول، وبعد حوالي متر هناك باب خشبي أظن أنه من العرعار، وفتحوه، وبعد ذلك تجد ثائر. ودخل الملك، وعندما خرج كان يبكي، وأذكر أنه كانت بيده اسمها سبحة، لا، قطعة قماش أبيض كان يجف في دموعه، وفي اليد الآخر كانت في يده سبحة خضراء. وعندما خرج أضاء المصور وأشعل الكاميرا ليصوره، فأشار الملك بإطفاء الأضواء وتقدم، فتأخرنا نحن ليمر الملك، فقال لي: سي معنينو، واش دخلتي سلمتي على جدي؟ قلت له: والله برفع سيدي ما دخلتش. قال لي: ونزلوا هذيك الكاميرات ودخلوا خذوا البركة. فدخلت إلى قبر الرسول، وجزى الله الملك على هذه الإحساس والشعور والبكاء والصياح والتأثير النفسي والعاطفي. وتذكرت والدي ووالدتي وأبنائي، ودعوت وأكثرت الدعاء، وطلبت شفاعة النبي فيما ارتكبته من أخطاء، وخرجت بدوري أبكي. وكان الآلاف من الناس ينتظرون ويتساءلون ماذا حدث، فكان السعوديون يقولون لهم احتراما للملك فهو يصلي ويتعبد، وأردنا أن يعني نفسح له المجال هو وعدد من الشرفاء وكذا 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 وكذا. وتوقف الأمور، وتم جمع البخرات والشموع والمسائل التي كان يجلس عليها الملك وكذا، كل شيء جابوا من المغرب. الطقوس التي يمارس بها عيد كأنك في القصر الملكي في الرباط. وفتحت الأبواب فدخل الناس بعد ليلة ولا زالت مسجلة في التلفزة المغربية ولم تبت، يعني ولم تبت، كأن الملك احترم السعوديين ولم يريد إحراجهم تعففا من الملك، وحتى لا يحترم هذا المجهود الذي بذله الملك السعودي بعدم إذاعة صور ذلك اللقاء.